ازاي حولت الفيديو من كده لكده. كتير من الناس بتقابلهم مشكلة مع جودة الفيديو وان الفيديو طالع مش حلو زي ما هم عايزين. الفيديو ده هنتكلم عن شوية حاجات لو نفذتهم هيفرقوا معاك جامد. ولو اول مرة تشوفني على يوتيوب اعمل فولو لايك علشان اللي جاي احلى ان شاء الله. ويلا بينا. اول حاجة ومن اهم الحاجات اللي بتفرق في جودة الفيديو وهي الصوت. لما بتصور بمايك الموبايل بيعمل دوشة وازعاج في الصوت، وده بيخلي المشاهد بيحس بملل. وطبعا الصوت من اهم الحاجات اللي في الفيديو، يعني ممكن اللي بيتفرج يعدي لك الاضاءة، يعدي لك الجودة، يعدي لك اي حاجة الا الصوت. فالافضل انك تستخدم مايك او تستخدم السماعة اللي بتيجي مع الموبايل زي ما انا عامل كده لو مش معاك مايك زيي. ده كده صوتي من غير المايك، وده صوتي بالمايك. مش عارف هتلاحظوا الفرق ده ولا لا. وتاني حاجه معانا وهي الاضاءه. لو بتصور بضوء لمبه السقف فده اكبر غلط انت بتعمله. لو مش معاك معدات للتصوير او معدات للاضاءه، الافضل انك تصور جنب اي شباك فيه ضوء شمس هيعمل جوده مقبوله للفيديو. ولكن الافضل انك تستخدم معدات للاضاءه عشان تعمل جو للفيديو. ومش لازم تشتري حاجات غاليه، يعني مثلا اتكلم عننا انا عامل سوفت بوكس حاطه الناحيه ديت عشان ينور الجزء دوت، وحاطط الناحيه التانيه لمبه بدوي بتنور عشان تملى الجزء ده. وان شاء الله هنعمل فيديو بالتفصيل عن الاضاءة وازاي تحطها في الاماكن الصح. وتالت حاجة معانا وهي الكاميرا. الافضل انك تحط الكاميرا في مستوى عينك وما ترفعهاش لفوق او تنزلها لتحت، لان ده بالذات هيشتت اللي بيتفرج على الفيديو وانه يبقى شايفك من فوق او باصص عليك من تحت. وبرضو الافضل انك تصور بالكاميرا الخلفية لان طبعا جودتها اعلى من الكاميرا الامامية. وطبعا عارف انك هتسأل وتقول لي طب اشوف نفسي في الكادر ازاي واظبط نفسي في الكادر. بس قبل ما اجاوبك حابب اقول لك انك نسيت تعمل لايك على الفيديو ده، فانزل حالا نعمل لايك وانا هقول لك تعمل ايه. ممكن تحط مرايه قدام الموبايل بحيث انك تظبط الكادر وانت شايف نفسك في المرايه. ورابع حاجه معانا بقى وهي الخلفيه. ليه تحط خلفيه فيها الوان مطرقعه واضاءات مش لايقه على بعضها وكلام كتير؟ هتخلي اللي بيتفرج عينه تروح وتيجي مع الوان الخلفيه ومش هيركز في اللي انت بتقوله. فالافضل انك تعمل خلفيه هاديه لون واحد وفيها اضاءات خفيفه علشان ما تاثرش على الفيديو، لان طبعا لو المشاهد حس بملل هيطلع بره الفيديو، وبكده يوتيوب مش هينشر الفيديو بتاعك ويعتبر انه فيديو ملوش لازمه، لان طبعا الناس كلها خرجت من اول الفيديو. وخامس حاجه معانا بقى وهي المونتاج. ممكن تستخدم كذا تطبيق على الكمبيوتر او على الموبايل. انا عن نفسي بستخدم كاب كات، فيه كل المميزات اللي ممكن تحتاجها لو انت لسه مبتدئ او حتى بقالك فتره على يوتيوب. وطبعا لو انت صورت الفيديو ونزلته من غير مونتاج، طبعا انا كمتفرج على الفيديو هحس بملل، لان الفيديو ثابت زي ما هو، مفيهوش مشهد غير الاستوديو او فيديو توضيحي للحاجه اللي انت بتقولها. وده طبعا هيعمل ملل بالنسبه للي بيتفرج، وممكن يطلع بره الفيديو وينقلنا لنقطه ان يوتيوب يعتبر الفيديو بتاعك ملوش لازمه وبالتالي مش هيجيب تفاعل. وسادس حاجه بقى ومن اكبر الغلطات اللي ناس كتير بتقع فيها، وانك تلبس مثلا تيشيرت نفس لون الخلفيه. حرفيا انت كده بتدمر الفيديو، لان مش هيكون في عزل بينك وبين الخلفيه. والفيديو حتى لو بتصور بكاميرا 4K هتحسوا في حاجه ناقصه وفي حاجه غلط. والافضل انك تلبس تيشيرت لونه يليق على الخلفيه. طبعا كتير هيفكرني بهزر في النقطه دي، بس دي بجد غلطه كتير بيقعوا فيها. وطبعا برضو ما تنساش انك تبقى قاعد في نص الفيديو، يعني ما تبقاش قاعد مثلا يمين الفيديو او شمال الفيديو. الافضل وانت بتصور على ميزه الشبكه في الكاميرا اللي هي بتقسم الشاشه 9 مربعات، خليك في الثلاث مربعات اللي في النص. وبرده ما تخليش دماغك لا لفوق ولا دماغك لتحت، لان دي برده من اهم الحاجات اللي كتير بينساها قبل ما يصور الفيديو. فانت جرب تنفذ الحاجات دي في الفيديو بتاعك وقول لي النتيجه في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. السلام عليكم.